بسم الله وعلى بركة الله. اليوم حبيت نخرجكم من المطبخ ونروحوا سياحة العاصمة الصقلية باليرمو، من أجمل المدن الإيطالية. رغم أن إيطاليا كاملة راهي المدن تاعها راهي عندها طابعها الخاص، كل ولاية وتتميز طابعها التاريخي والأثري. وباليرمو نفس الشيء، تتميز بالعمارات القديمة الأثرية والتاريخية. طابعها جميل جدا، مع كما تشوفوا العمارات تاعها راهي تقريبا نفس الطراز. تتميز هذه الولاية بالحدائق تاعها، عندها 10 حدائق وحديقة تفرق عن حديقة. كل حديقة عندها مميزات الخاصة بها وجمالها الخاص بها. تتميز أيضا باليرمو بالطبخ المحلي، خصوصا الأكلات البحرية. وكما لديكم إيطاليا كاملة راهي مشهورة بالمعجنات، لاباستا. وحتى هي نفس المعجنات، لكن طريقة الطبخ تتفرق، حتى الذوق راح يكون مميز. تاني مشهورة بالشواطئ تاعها، بالغابات نتاعها، بجبالها. منطقة أثرية وسياحية 100%. كما راكم تشوفوا هذه اليوم راني فضلت نديكم معايا حديقة رحت ليها. كما قلت لكم لهنا في الغربة الإنسان مرات يكون مضغوط بزاف، يحب يبدل شوية من الجو. فضلت نروح لهذه الحديقة هذه، هادية بزاف. الإنسان مرة على مرة يكون يحب يكون وحده. كما راكم حتى تشوفوا السياج تاعها راهو مختلف، راهو فيه صور تاع حيوانات. كما قلت لكم راهي حدائق مميزة، حتى الأشجار اللي فيها راهي عندها عمر أكثر على 150 سنة. فيها بحيرات تاع السلحفاة. حديقة جميلة بزاف بزاف، هايلة صراحة. راحة نفسية لقيتها فيها، حبيت نبدل الجو، فضلت نكون في هذه الحديقة هذه. نخليكم تشوفوا جمال الرباني. صراحة الطبيعة هي المكان الوحيد الإنسان ممكن يخرج وش من ضغوطات نفسية، وش المهم جميع حاجة ممكن تقلق الإنسان. أفضل حاجة بالنسبة لي إنه يكون في منطقة هادئة وتكون فيها الطبيعة، هي اللي تميز هذا الجو اللي حابين نخرجوا منه. وأفضل حاجة إنك تخرجي وتشوفي سبحان الخالق واش خلق. أجمل حاجة إنك تكوني مع الطبيعة. نتمنى انه الفيديو تاع اليوم يعجبكم، لاني مش راح نكمل نهضر الفيديو، راح نحط لكم حتى لو كان موسيقى هادية. واللي يحب الطبيعة بطبيعة الحال راح يكون معايا. ألف تحية وسلام لكل الأحباب. نتلاقاو في فيديو خلاف بإذن الله، نديروا فيها أكلة أو حلويات أو مثلجات. المهم راح نكون معكم بإذن الله في فيديو خلاف في المطبخ إن شاء الله. سلام لكل الأحباب.